يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته. ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أنه والله الواحد القهار خالق كل شيء وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. واعلموا عباد الله أن صلاح أمرنا وتغفير ذنوبنا في تقوى الله تعالى وقول الصالح. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن سألتم عن تفسير التقوى التي هذه آثارها وهذه ثمراتها وفوائدها فإن أساسها التوبة النصوح من جميع الذنوب ثم الإنابة منكم في كل وقت إلى علام الغيوب، وذلك بالقصد الجازم إلى أداء الفرائض والواجبات وترك جميع المناهي والمحرمات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين والتقرب بذلك إلى رب العالمين. علامة المتقي أن يكون قائما بأصول الإيمان متمما لشرائع الإسلام وحقائق الإحسان، محافظا على الصلوات في أوقاتها، مؤديا للزكاة لمستحقها وجهاتها، قائما بالحج والصيام، بارا بوالديه، واصلا للأرحام، محسنا إلى الجيران والمساكين، صادقا في معاملاته مع جميع المعاملين، سليم القلب من الكبر والغل والكبر والحقد والحسد، مملوءا من النصيحة، محبة الخير لكل أحد، لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يرجو ولا يخشى أحدا سواه. وقد وصف الله المتقي وبين ثوابه في قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إلى آخر الآيات. من الله علي وعليكم بتقوى الله العظيم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى والعلم واليقين وأيده بالأدلة القاطعة والبراهين، وجعله الله هدى ورحمة للعالمين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه. عباد الله، مع الأسف الشديد فلما استبدلوا بهذا النور العظيم الظلم والظلمات وانفصلوا أو كانوا ينفصلون من حبله المتين وتقاطعوا وتدابروا وتباخلوا وتنافروا، وذهبت عنهم الغيرة الدينية والنخوة القومية، وتباينت الأعراض وكثرت الأضرار. جاءهم ما كانوا به يوعدون من العقوبات العاجلة، فتكابلت عليهم الأعداء وتشتت الأصدقاء، فلم يزالوا في نزول مضطرب ما داموا معرضين عن تعاليم هذا الدين، ولا يزالون في هبوط ما داموا متعشقين لأحوال المنحرفين، ولا ينقذهم ما هم فيه من الشقاء إلا الرجوع إلى دينهم الكفيل لهم بكل خير وصلاح، ولا ينجيهم مما وقعوا فيه إلا التمسك بحبل الله المتين والاجتماع على القيام بدين الله. اتقوا الله عباد الله وقاموا حق القيام بدين الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه قائما بالأسباب النافعة كفاه. يغفر مصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد